تخيل انك تملك عين في السماء، عين بتشوف الطياره قبل ما تطلع والسفينه قبل ما تقرب والدبابه قبل ما تتحرك. النهارده هنتكلم عن واحده من اخطر الصفقات العسكريه المحتمله في الشرق الاوسط، صفقه طائرات جلوبال اي بين مصر والسويد. ليه الصفقه دي مرعبه؟ وليه اسرائيل واثيوبيا بيتابعوها عن قرب؟ وايه اللي مصر عايزه توصل له فعليا؟ خليك معايا للاخر وانت هتفهم كل التفاصيل. خلينا نبدا من الاساس. جلوبال اي مش طياره عاديه ولا حتى طياره انذار مبكر. جلوبال اي هي طائره انذار مبكر وتحكم وسيطره من تصنيع شركه ساب السويديه، مبنيه على طائره رجال الاعمال بعيده المدى بومباردير جلوبال 6000. ببساطه دي مش رادار طاير، دي مركز قياده متحرك في الجو. قدراتها رصد اهداف جويه، مقاتلات، مسيرات، صواريخ، مراقبه بحريه، سفن، غواصات سطحيه، واستطلاع بري، تحركات قوات او اليات، اعتراض اي اتصالات واشارات الكترونيه. يعني اللي معاه جلوبال اي بيشوف ساحه المعركه كلها في وقت واحد. قلب جلوبال اي الحقيقي هو رادار ايري اي ايسا، رادار مسح الكتروني نشط مدى بيوصل لاكثر من 450 ل 600 كيلومتر، يقدر يكتشف اهداف صغيره جدا زي درونز، مقاوم للتشويش الالكتروني. الميزه الخطيره هنا مش المدى بس، الميزه ان الطياره دي بتشتغل في صمت نسبي وبتدي لك صوره كامله من غير ما العدو يعرف انه مكشوف. السؤال المهم، ليه مصر محتاجه دلوقتي جلوبال اي بالذات؟ اول سبب تحديث منظومه الانذار المبكر. مصر عندها الهوك اي اي 2 سي الامريكيه ولكنها اقدم، مداها اقل، مقيده سياسيا. هنا بقى جلوبال اي بتمثل قفزه جيل كامل. تاني سبب تغطيه مسارح عمليات جديده، البحر الاحمر، شرق المتوسط، القرن الافريقي، والعمق الاستراتيجي جنوب. احنا بنتكلم عن جيش ما بقاش بيدافع عن الحدود لكن بيطبق الدفاع عن الخارج. خلينا نكون صراحه، الصفقه لسه ما توقعتش رسميا بس في مفاوضات مؤكده، في اهتمام مصري واضح، وفي زيارات ومعارض عسكريه ناقشت المنظومه. مفيش توقيع، مفيش اعلان حكومي رسمي، يعني احنا قدام صفقه محتمله لكن لسه ما انتهتش. طيب السؤال، هل في نقل تكنولوجيا وتصنيع محلي؟ هنا بقى السؤال اللي بيهم اي دوله محترمه، هل هنشتري ولا هنتعلم؟ مصر بتضغط علشان تاخد نقل تكنولوجيا التشغيل والصيانه المحليه وتدريب اطقم التشغيل والتصنيع الكامل، بس النقطه الاخيره دي صعبه شويه دلوقتي لان الرادار والتكنولوجيا حساسه والسويد بتتحفظ على نقلها، لكن حتى الصيانه والتشغيل المحلي يعتبروا مكسب استراتيجي كبير. طيب ليه اسرائيل واثيوبيا قلقانين؟ القلق هنا مش من الطياره، القلق من اللي الطياره بتكتشفه. اسرائيل الطياره ممكن ترصد تحركات جويه بعيده وتقلل عنصر المفاجاه وتوسع مدى الرؤيه المصريه، واثيوبيا رصد تحركات في بني شنقول، محيط سد النهضه، واي دعم عسكري خارجي. جلوبال اي هنا بتبقى عين مصر على القرن الافريقي كله. الصفقه دي معناها ايه استراتيجيا؟ لو الصفقه تمت، مصر هتدخل نادي الدول ذات الوعي الجوي الشامل، قرار اسرع، رد فعل اسبق، تقليل مفاجآت، وده اخطر سلاح في الحروب الحديثه، انك تعرف قبل غيرك. الخلاصه، جلوبال اي مش صفقه تسليح عاديه، دي تغيير في طريقه تفكير الجيش المصري، من الدفاع داخل الحدود للدفاع من الجو ومن الخارج. السؤال الحقيقي، هل السويد هتوافق على شروط مصر ولا السياسه هتعقد الصفقه؟ لحد ما نشوف الكلام على ايه، ما تنساش تتاكد انك عامل لي فولو وسبسكرايب عشان دايما تلاقي هنا الخلاصه مع اسلام أمين. دايما وابدا، تحيا مصر، وسلام عليكم.